الآخر مهم، الأستاذ هاني المؤمن الخبير في الأعشاب. كيف تحدد الخطة العلاجية للشخص المريض لحظة وصوله لطلب المساعدة والعلاج؟ بمعنى كيف تحدد هو يحتاج أعشاب، يحتاج إبر صينية وآخره. تفضل. هذا يعتمد أول شيء طبعا أول ناخذ الكلام من عنده ونشوف شنو الأمراض اللي فيه، مع طلبنا له للتحاليل أو الأشعة إذا ضبط. يعني لازم ناخذ التقرير الكلي عن أمراضه. ذيك الحزة نشوف نوع المرض شنو الأنسب له، هل الأنسب له أعشاب، ولا الأنسب له حجامة، ولا الأنسب له أبر صينية، ولا الأنسب له طبعا الكي ما نستخدمه، ولا الأنسب له الريفلاكس. فكل نوع من المرض نوع من العلاج يغلب على الثاني. يعني نعطيكم مثل بسيط، نضرب لكم مثل بسيط. لما يجي لنا مثل واحد عنده انزلاق غضروفي مثلا، ما ينفع ويا الأعشاب، اللي ينفع ويا في الحالة عشبة برجس، أو اللي تكون مثل الكاوي. مثل الكاوي هي عشبة كاوية. مثلا يجي واحد عندك دائما خدر وداخة، في هالحالة الشيء اللي ينفع وياه مثلا ينفع وياه الحجامة، نستخدم مع الحجامة. مثل يجيك واحد عنده بعض مشاكل الركب، في هالحالة ينفع وياه الأبر الصينية. مثل يجيك واحد عنده بعض المشاكل الخفيفة في رخي الأعصاب، نستخدم مع الرفلاكس. مثل يجيك واحد عنده مشاكل في سدد الأذن، نستخدم وياه الفتيل الناري. وهالشكل كل نوع مثل يجيك واحد عنده مغص، ما ينفع وياه الا مثل الاعشاب مثل المر وغيره. يعني كل نوع مثل واحد عنده واضح عنده هزل، يعني ايش تعطيه في الحاله مثل مواد غذائيه كفيتامينات وما فيتامينات. فذا يعتمد على نوع المرض والتشخيص، لان كل نوع من هذه العلاجات او من هذه الطريقه تنفع أكثر من غيرها. يعني نفس الطبيب لما يقول راح أخصائي العلاج الطبيعي أو أخصائي عظام أو لابد من أخصائي جراحة، يحدد على حسب نوعية المرض. الأستاذ هاني المؤمن الخبير في الأعشاب، شكرا لك. أحسن الله إليكم إن شاء الله، مشكور. وأي سؤال إحنا مستعدين، اتصل علينا واللي نقدر عليه نجاوب. شكرا لك.